والمطالبات الرسمية الخجولة لإنهاء معاناة أهل غزة. من الواضح أن دماء قرابة 70,000 شهيد في غزة لم تكن كافية لتجعل نتنياهو المجرم نتنياهو وبن جفير وسموتريتش وحكومتهم وشعبهم الذي انتخبهم يتوقفون عن سياسة القتل والتجويع وسط تواطؤ وصمد دوليين وبمباركة أمريكية. لقد سقطت كل الأكاذيب والروايات والأدبيات الصهيونية حول كونهم ضحايا وأنهم واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بعدما قتلوا كل شيء: الطفل والمرأة والشيخ والحيوان والصحفي والرياضي والمسعف. قتلوا كل ما استطاعت أن تطاله أيديهم المجرمة وبتلذذ. وعندما ننتقد هذه الأفعال يتهموننا بمعاداة السامية بينما هم أعداء الله والبشرية. مرة أخرى شكرا لحضوركم، والآن أترك الميكروفون لأخوي مهند بس ليحكي كلمتين بالإنجليزي يقدم للإخوة الموجودين.